هلا وشلونكم، شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح ناخذكم ويانا نشتري ملابس ونتسوق من المول. نشتري ملابس العيد طبعا الحنين والصهيب. يلا تعالوا ويانا، وقبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسون تحطونا لايك، واذا اول مرة تشاهدونا خلونا اشتراك حتى تكبر قناتنا. اول شي كانت هيك الاجواء باردة اليوم، وطلعوا حنين وصهيب هيجي شوية على هاي الطيور، فهيجي سووا حركات وطيروا الحمامات. شوفوا ما شاء الله الجو بارد طبعا والأجواء حلوة، والحمام هذا كل يوم يظل هنا ينتظر أحد يجي ينطي أكل. احنا مرات ننطي أكل وننزل لكم فيديوهات طبعا وانتو تشوفوهن على قناتنا. واكتبوا لنا شنو رأيكم بالتعليقات، واكتبوا لنا تحديات حتى نسويها لصهيب والحنين وننزل لكم فيديوهات اذا تعجبكم. خلونا لايك وخلينا نبدأ. هنا طبعا وصلنا المول. اول ما جينا على هذا اللي يبيعون بيه ملابس للجهال البنات، وجينا هنا حنين قالت اريد اشتري هذا الحذاء، قلت لها لا هذا ما يصير طبعا لانه الجو بارد، هذا ما يصير، هذا المال الصيف. حنين هسه قولي لنا اياه راح تختارين. خلي نشوف شو. افتحي تختارين الوردي ولا الابيض؟ الوردي تمام، الوردي حلو. حنين اخذت هذا الوردي. شوفوا انطونا شنو رايكم. حلو. اختار كالون لازم وفانيلة تلبسيها جواها. هنا منا لازم نختار كالون ابيض. هنا قررنا نختار هذا الكولون. هن اثنين لازم واحد يشتريهن مرة واحدة، ومكتوب عليهن يجن على قد حنين، يعني عمر 7 سنوات. هاي الحنون اشترينا الفانيلة مع هاي الكولون 2، وهذا الفستان ظل بس جنطة. خلينا نشوف. هسه حنين قررت تاخذ هاي الجنطة. شوفوا شنو هاي حنين. هسه صار الطقم تمام، كل شي صار تمام. اذا حبيتوا الليك لا تنسون تحطونا لايك. هنا طبعا خلصنا من طابق البنات ورايحين على طابق اللي بي ملابس للاولاد. جينا على هذا مالت الاولاد. يلا حتى نختار الصهيب. يلا صهيب فوت. وهذا الصهيب شوفوا هنا اختار هاي الفانيلة. شنو رايكم؟ احسها كبيرة بس صهيب يقول لا زينة. وهنا اختارينا ويا الفانيلة طبعا بيجامة سوداء على لونها، لانه هي الفانيلة سوداء فلازم البيجامة سوداء. حنين خلي هذا هنا. هاي صهيب اختار. وهنا خلصنا طبعا، وهسه راح نطلع من المول. صهيب يريد يشتري حذاء نروح نشتري له من برا لانه بالمول كلش غالي. وهنا اخذناهن اشتريناهن وطلعنا. شوفوا سبحان الله شلون الجو صار. لما دخلنا كانت باردة وهسه حارة وطلعت الشمس. هنا دخلنا على مول ثاني او محل حتى نشتري حذاء صهيب. وهنا طبعا اشترينا وطلعنا. صهيب ظل يتخير ما يعجبه شي وتأخرنا فما صورت جوه. وهنا حنين اخر شي قالت لازم اخذ تاج ويا اللبسة ويا البدلة، فراح ناخذ هذا التاج. وهسه خلصنا وراجعين للبيت. اذا لساكم تشوفونا لا تنسون تحطونا لايك وتعليق حلو، واذا مو متابعينا تتابعونا على هاي قناتنا على اليوتيوب. وهنا طبعا هاي اخر مرحلة قررنا نفتح الملابس والاشياء اللي اشتريناهن. شوفوا هذا الحذاء اللي اخذته لصهيب، شنو رايكم بيه؟ انطوني تقييمكم بالتعليقات بالملابس وبالحذاء. أنا الصراحة أكثر شي عجبني الملابس مالات حنين، كلش حلوة. هن تنسيقهن اللي ويا الجنطة ويا التاج ويا كل شي كلش حلو طلع. والملابس مالات صهيب يعني هم حلوات، بس أنا حسيتهن مو مالات عيد. بس هو صهيب عاند قال ألا اشتري من هذني الملابس واشتراهن. أنا ردت اشتري له شي أحلى، شي مثل صيفي، لأنه شوية الجو هو لسه بارد، بس إنه
يرهم واحد بهذا الوقت يلبس صيفي. طبعا هاي مالات حنين اشتريت لها مثل ما شوفتكم بالفيديو، هاي مالت صهيب. يعني ملابس حنين صارت صيفية وملابس صهيب شوية شتوية. وهنا حنين آخر شي لبستها الملابس حتى أشوف شلون طلع عليها. وهسه انطوني تقييمكم من 10 شلون ملابس حنين حلوات وجاهزات صايرات للعيد ولا لا. صهيب يلا هسه عاد انت جرب ملابسك، ملابس العيد جرب. وهنا آخر شي وصلنا لنهاية الفيديو. صهيب لبس الملابس وشوفوا شلون طلعن عليه. وانطونا تقييمكم، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة لحتى تكبر عائلتنا، واكتبوا لنا بالتعليقات شنو تحبون نسوي لكم فيديوهات تحديات. ومع السلامة.